عمرك فكرت ان التيشيرت اللي انا لابسه ده ممكن يبقى عليه اسم براند من صنعك؟ انا بتكلم معاك بجد، في ناس بدات من وقت نومهم وبقوا براندات معروفه جدا جدا. في الفيديو ده هقول لك على خطوات بسيطه وواضحه ازاي تعمل لوكال براند خاص بيك، سواء في اللبس او في الاكسسوارات او اي منتج انت تحبه. اهم حاجه تابع للاخر عشان اقول لك اخطر غلط بيقع فيه اغلب الناس في البدايه. ولو مهتم بنوعيه المحتوى ده اكتب لي كلمه مهتم في التعليقات. اول حاجه لازم تبدا بفكره واضحه. قبل اي حاجه اسال نفسك البراند بتاعي هيعبر عن ايه؟ مثلا شريحه شبابيه ولا بستهدف كل الفئات، او مثلا ستايل معين. لازم يبقى عندك هويه واضحه من الاول. تاني حاجه اختار اسم قوي وسهل. الاسم لازم يبقى سهل النطق ويفضل يكون له قصه، وده عشان يعلق مع الناس والناس تفتكره بسرعه. ثالث حاجه واهمهم التصميم اهم من المنتج نفسه. اشتغل مثلا مع مصمم محترف او استخدم ادوات زي كانفا في البدايه، وركز ان التصميم بيعبر عن البراند مش مجرد شكل حلو وخلاص. رابع حاجه ابدا بكميه بسيطه، يعني مثلا لو هتطبع تيشيرتات او بتشتغل على اي منتج اشتغل مع مورد بيقبل كميات صغيره عشان تقلل التكاليف، عشان ما تجيبش منتجات كتير وفي الاخر تركنها. خامس حاجه بالنسبه للتسويق السوشيال ميديا هو سلاحك. اعمل حسابات على كل المنصات زي انستجرام وتيك توك وفيسبوك، وابدا نزل صور وفيديوهات من اول يوم عن البراند بتاعك. واهم حاجه اعمل محتوى بيحكي حكايه البراند بتاعك مش بس منتج. سادس حاجه والاخيره استخدم اليو جي سي. خليك ذكي، ابعت منتجات للناس تعمل عليها ريفيوهات، وخليك دايما قريب من جمهورك واسمع رايهم. اهم حاجه اوعى تستنى كل حاجه تبقى بيرفكت عشان تبدا. السر انك تبدا وبعدها تتطور وبعدها تتعلم من كل خطوه انت بتعملها. لو عايز نعمل لك فيديو عن التسعير او الموردين سيب لي كومنت تحت. اشوفك الفيديو الجاي افكار جديده. سلام.